السلام عليكم محبي الكرام، كيف ما كتشوفوا معي حلقة يوم الاثنين واللي هي الحلقة 10 حسب العرض ديالنا، يعني الحلقات المتسلسلة. غادي نشوفوا فيها من بعد ما تم الاختطاف ديال نوح والأخت ديالو جهاد وباه والأخ ديالو غادي يعذبوهم. طبعا غادي يكون أول مشهد غنشوفوا فيه أمينة اللي كانت خارجة غدا في حالاتها، وجهاد كيطلب فيها ولكن هي مشات وتلقى لها حسين قال لها علاش أمينة كتحشري راسك في الاشياء اللي مالكش فيها، يعني كتدخلي في السوق ديال الناس. وهي تدور فيه قالت ليه الساكت عن الحق شيطان اخرس. سي حسين واش سمعتي؟ وقال لها السكاه. ايوا شوفي مازال غدا كتزيدي فيه ومازال كتهضري. قال لها هادوك التوأم راه خدعونا وضحكوا علينا ودخلوا لهذا القصر. قال لها والام ديالهم عارفه هادشي وانتي قطعته حنان وقالت لها شوف يا اختي الا احتاجيتي شي حاجه عيطي عليا. غتقول لهم امينه ابدا انا ما غداش نحتاج ليكم، وحتى كاع الا كنت باغا المساعده ما غنعيطش ليكم. وحسين بقى غير كيشوف. جات عندها اسماء وقبلت ليها يديها وقالت لها خالتي امينه. قالت لها انا راني حزنتك وكسرت خاطرك شحال من مره وهي كتبكي. قالت له انا عارفه راسي وخالفت كلامك وما سمعتش ليك، انا عارفه مزيان، ولكن كنحلف ليك باللي انا ما درت حتى شي حاجه متعمده، ما كنتش كنقصد، سمحي ليا. عنقتها امينه وقالت لها حياتي عندك تحزني ولا يبقى فيك الحال؟ واش كيحسب لك انا ما عارفاش هادشي؟ انت راك انسانه طيبه وخا سذاجه لكن عندك قلب نظيف. وغتقول ليها حدا ودنيها قرباتها وقالت لها شوفي ردي البال، يعني بقاي بعيدة على داك المصيبة. شكون كتقصد الله أعلم، واش أسعد واش حكمت الله أعلم. قالت ليها عندك تخليني مقلقة عليك. فغتقول لها صافي واخا خالتي أمينة. فهنا شافت منصور كيبكي. قالت ليه ما تبكيش ولدي عافاك، وعنقاتو. قال لي عافاك يا خالتي أمينة، واش تقدري تبقاي وما تمشيش حيت انا غادي نتوحشك بزاف. قالت ليه ما تبكيش راكم غتجيو عندي في العطلة مع باباك ياك. شويه غيقول ليها جهاد على الاقل خليني نوصلك. قالت ليه انا غنمشي في الطوبيس شويه غيدوز من هنايا ما كاينلاش. قال لها اش من طوبيس في هذا الوقت الله يهديك، على الاقل خلي الشيفور يوصلك. بدا كيعيط لداك الشيفور. وغتقول ليه امينه واش انت تقدر تقول لي فين داو فتون والام ديالها والاولاد؟ قال لها والله ماني عارف، كنحلف ليك ما عارف حتى شي حاجه. قالت لي حيد من طريقي. المهم وقف داك الطوبيس وهي غادا تبغي تطلع. قال لها خليني نودعك بعدا. شافت فيه وما ودعاتوش، هزات ديك الشنطه ديالتها وركبت في الطوبيس وهي مقلقه منهم كاملين. وفي مشهد اخر غادي نشوفوا العصابه ديال سميد مازال واخدين هدايه والبنت ديالها. فهدايه غتقول لها بنتي هادو راه خرجوا من الطريق الرئيسيه وغاديين بينا في البيست، فين غيديونا؟ فتون سولات المساعد قالت ليه رمضان حنا فين غاديين اولا فين غتاخدونا؟ قالت لي شوف نتوما غير نزلونا وحنا غنمشيو بوحدنا. بقى غير ساكت وكيشوف. قالت لي جاوبني. شويه بغات تمرد عليهم وغتقول ليه طلقونا. شدها غتقول ليه طلق مني علاش فين غاديين بينا؟ قالت لها هدايه الله يرضي عليك يا بنتي الا ما تهدني واش عندنا شي حل اخر من غيره؟ الا. فتون بقات تغوت طلقونا بعدوا منا. المهم هما غاديين بهم للخلاء. وفي مشهد اخر سميد كان بارك بوحدو كيخمم. جا عنده جهاد لقاه كيبكي. شاف فيه وقال ليه تعالى ولدي برك حدايا. جهاد ملي جا حدا سميد شاف هذيك النار اللي كاينه تما في المدفأة وبدا كيتفكر النار ديال المنطاد وبحال غير رجع الهضره بينه وبين ملاك في خاطرو. المهم حنا غادي نسمعو. قال انا عارف داكشي اللي بغيت وداكشي اللي حس بيه. فكان قال شوفي املك انا كنحس بالوحده القاتله ملي ما كتكونيش حدايا. الا ما كنتيش في حياتي فانا انسان وحيد. غتجاوبوا ملاك وحتى انا كنحس بحال هكاك. جهاد شويه رجع الوعي ديالو والدموع في عينيه. سمع باه كيقول ملي كنشوف هاد النار جهاد كنتفكر الحريق في المنزل ديال الكرام. واش عقلتي؟ قال لي عمتك عندها الحق وهما اللي داروا هذاك الحريق. قال لي تعقل شنو شفنا ملي وصلنا تما؟ الدار كتحرق وهدايه كتغوت عاتقو بنتي ونوح كاين داخل وفوتون حتى هي. غيقول لها ولدي جهاد راهم ضحكوا علينا. قال لي جهاد شكون نوح ومالك؟ قال لي سميد هما ضحكوا علينا اصلا، لكن واش عرفتي شكون اللي ضحك علينا اكثر؟
هداية وفتون. نوح خرج هز فتون وكانت كدير راسها زعما بحال كتكح وفاقده الوعي، حيت كون ما داروش هكذاك ما كان حتى شي واحد غادي يصدق داكشي. شوف ولدي، انا عطيتهم قيمه في الاول، قول دوك الاولاد مربين ولاد الناس، وحتى انني قلت لك هادشي ياك عقلتي، ولكن من بعد بديت كنفيق ملي شفتهم بداو كيوقعوا بكم، وخصوصا انت، وكيفاش تغرمتي بمالك، وهداك اللص ديال الخيول كيفاش خدع ناريمان. يعني شنو غادي يوقع الا حب ناريمان؟ غيصير غير شويه ديال الذهب، ولكن انت هو الرئيسي. هاد الثروه الكبيره اجهاد هما حاولوا يعني يوقعوك باش يدخلوا العائله عن طريق هيك. بصح ولدي هادشي حيت مالك ما تفرقتش معك، واخا تزوجتي بناريمان وما قالت زعما شنو غنبقى ندير انا مع راجل مزوج. انت قلتي باللي ما غاديش تبقى مع مرتك وغادي تطلقها، لكن هي ما تفرقتش عليك. علاش؟ حيت كان عندها نية سيئة بزاف، وغيقول ليه انا اصلا كنت باغي نحطهم بزوج قدام الباب يعني يطردهم، ولكن فتون منعتني. قال ليه جهاد كيفاش منعتك؟ وهو يجاوبه قال ليه فتون قالت لي الا طردتيهم حتى انا غنمشي في حالي، يعني راها كانت كتدافع على الاولاد ديالها بهذه الطريقه. قال ليه جهاد معناته للاسف انا وانت وناريمان خدعونا. قال ليه باه خدعونا. جهاد جاتو البكيه، قال لي الخداع ما كيأثرش فيا بابا، ولكن ألم القلب مختلف بزاف. انا راه بغيت مالك بزاف بابا. قال لي ولدي، ولكن هي راها ما بغاتكش. وغادي ننتقل للمشهد اخر عند المختطفين ديال نوح وملك. جاري الملك باش يدخلوها لواحد زريبه وكتقول لهم طلقوني نتوما ماشي رجال، بعدوا مني، علاش جايبيني هنايا؟ المهم قال لها جلسي، وبداو كيربطوا فيها وغتقول لهم فين هو الاخ ديالي نوح، وبدات كتعيط نوح. ربطوها وخلوها في داك المكان بوحدها. كيف ما كتشوفوا حتى الاخ ديالها جايبينه، وقال لهم علاش غتحطوني هنايا في هذه الحظيره؟ قال لي دخل انت وتصلتي كنحطوكم هنايا، يلا اسكت. وبدات يقولوا فين هي الاخت ديالي. المهم غادي دير ليه واحد اللصاق على الفم ديالو باش ما يبقاش يغوت، وحتى هي. وفي مشهد اخر غادي نشوفوا السيده هدايه والبنت ديالها جايبينهم لواحد المكان اللي هو غير الخلا والقفار، وغتخلع قالت لها ناري يا بنتي، وقيله هادو غيهبطونا هنايا وغادي يطلقوا علينا الرصاص، يعني غادي يصفيوها لهم في هاد الخلاء. وغادي يقول لهم السيد يلا هبطوا. قالت لها بنتها لا، ما يقدرش يدير هكا صامد، غير بغى زعما ينتقم منا شويه ولكن ما يديرش فيها هكذاك. قال لهم نزلوا. قالت لي كيفاش غنزلوا هنا؟ قال لها ما كانوش باغيين. فغادي ينزلهم بالقوه وغادي يخليهم في هذاك المكان بوحدهم، لا حنين لا رحيم، الدنيا كتصفر من غير الدياب. يعني هذا هو المكان اللي كان فيه تحسين والأمة ديالهم بعد ما تخلصوا منهم عائلات شانصلان، فحتى هما عاشوا في هذاك الكهف. فغتقول انا يا بنتي خلينا نقلبوا على الطريق الرئيسيه باش نرجعوا. انا غادي نشوفوا حنان والزوج ديالها جالسين كيتكلموا في الغرفه ديال النوم، ودابا صافي غادا تحل لها باب كيف ما قالت. اولا قال هو غادي تغلق. مشى عصر وجا عصر، غتقولي لا قول تغلق باب وتحل باب، يعني العصر ديال فتون وهدايه مشى في حالته. وجا العصر ديال حكمه، يعني هي كانت متيقه حكمه هو كان مع الطرف الاخر. غيقول انا كنت كنضرب غير من التحت، يعني راني كنت خدام حتى معها، فهي اصلا راها بنت عائله شانصلان. فهنا غادي نشوفوا السيده هدايه وبنتها اللي كانوا خايفين. قالت لنا يا بنتي بقينا غاديين. غتقولها غادي غير نضيعوا، يلا خلينا نشوفوا هذا المكان. قالت لها هاد المغاره، قالت لها واش غنديروا؟ كاين شي حل اخر اولا ياكلونا الدياب؟ المهم غادي يتخباو في داك المكان حتى الصباح. من بعد كتبان لينا حكمه اللي كانت جالسه وشاده واحد الكاس وكتقول يا ليام. قالت زعما خويا انسان خايب، يعني خوها وخا هكذا كان باغي ياخذ منها المال من بعد ما تهدد على نريمان وحط لها واحد المبلغ كدين. فغتقول انا هي بنت السيد مزفر، ما عرفتش شنو غادي يسميوه في الدوزام. كنشبه لك بزاف بابا. وحطات راسها وهي كتشوف في النجوم وكتبكي. واخا حاولتي انك تجري عليا وتبعدني لكن انا رجعت. يعني القصر ديالها والحياه غتبدا وهي الباترونه دابا. من بعد ما طلع الصباح كنشوفوهم في ديك المغاره بقاو يتكلموا حتى طلع الصباح، وغتقول ليها عظامي دقدقوا عليا. المهم بدات كتكلم معها بخصوص واحد السيد اللي هو شي عالم اثار كانت غلطات معاه فتون شي مره، اولا من بعد ما كانت غتطلق من سي صامد
كانت تعرفت على هذاك السيد وقالت له هذا كان غير مجرد صديق. قالت له صديق ومشيتي؟ قالت لها ناستي معاه؟ اش هاد الهضره كتقولي؟ المهم كنتي تعاودي ليه في ذاك الوقت وتقولي ليه على ولادك وتعاودي ليه على قصتك حيت كان الحب جديد، يعني اكيد كان غادي يسمح ليك، ماشي تخليه حتى لدابا. يعني كتكلم على التوأم كان عليها تصارح صامت شحال هادي ما يوقعش هادشي اللي وقع دابا. فغتقول لها انت غلطتي يا بنتي، يعني كتحاسبها على داكشي اللي سمعنا تقال في القصر. انتيا ملي كان عند اسعد عامين اشنو درتي وشنو درتي؟ هذا هو الجواب البنات. فغطات الام ديالها على البرد وغدا تبقى معنقاها. في مشهد اخر كيبان لنا التوأم يلا تيحاولوا انهم يحلوا عينيهم، شافوا داك المكان اللي هما فيه، بدات كتشوف الدور في عينيها وهو كذلك ضربته الفيقه تيشوف. يعني الاخت ديالو فين غيكونوا داروها؟ هي غير حداه ولكن سادين لهم الفم ديالهم. فشكون اللي غادي يكون السجين او السجان ديالهم؟ اكيد غتعرفوا من بعد هذا المشهد. غادي نشوفوا هنايا نريمان اللي كانت واقفه وكتشوف هذيك الاسواره اللي عطاها نوح، كتقلب فيها وهي حزينه. دابا عند بالها باللي نوح كان كيضحك عليها، وحتى جهاد كيظن باللي ملاك ضحكت عليه وداكشي كامل كان غير تخطيط وما كاين لا حب لهم يحزنون. قال لها جهاد نريمان واش ما قدرتش تناسي؟ غتقول ليه لا ما قدرتش الناس، وهي كتشوف هذاك الخيط وقالت ليه الليل كامل وانا تنفكر زعما واش هادشي كامل كان غير كذوب، يعني ضحكوا علينا. هو كان شاد ديك العقيقه ديال التسابيح اللي عطاتو ملك وهي شاده هذيك الاسواره ديالتها. المهم قال لها انا كنظن بلي هادشي كانوا مخطين ليه، يعني ما يكون جاب الصدفه مادام اكتشفوا الحقائق ديالهم. فنريمان غتعاود ليه النهار او اول مره تلاقات مع نوح كانت في المستشفى. قالت ليه ملي كان خالي مريض، ملي جاتو ديك الازمه القلبيه كنت صادفت معاه وتما فين تعرفت عليه. وغتسولو انت يعني فين تعرفتي على ملك؟ قال لها ملي كنت هنا وكنت خارج كانت هي وسط الشانطي كانت كتصب عليها الشتا. المهم داك المشهد الاول ديال الغرام بيناتهم تفكروه. فقال لها ملي شفتها في هذيك الطريقه تحت المطار وكانت فازقه كانت زوينه بزاف. غتقولي كانت فازقه؟ قال لها المهم غادي يقول لها هذاك المشهد كان بحال شي فيلم. نريمان قالت لي ملي كنتفكر بلي نوح جا للمستشفى عن قصد يعني باش يوقعها، فقالت لي ما قادراش نفكر، كانت صدم. بقاو تسالفين بعد لحوا دوك الذكريات ديالهم. في مشهد اخر كتبان لنا السيده حكمه مع الخدم غادا تقول سميتها الحنان هادو يعني منين جاو؟ قالت لي هادو الناس اللي كيشتغلوا عندنا يعني في جميع المنازل وكذلك داكشي اللي كيخصهم، فجمعاتهم باش تكلم معاهم وتقول القرار جديد حيت حنان كتظن باللي راه غتولي هي الرئيسه او الشافه تاعهم. فحكمه سولات ديك البنت على الاسم ديالها، قالت لها الاسم ديالها يمكن يسميوها توريه. فغتقول لها من اليوم انت عينيه في هذا القصر وغتخدميني انا واي حاجه كان نبغيها ديريها لي. قالت لها واخا لاله. وحنان حست باللي راه صافي مشى ليها هذاك العمل اللي كانت كتنتظرو. ومن بعد غادا تفاجئ باللي السيدة حكمة نصبت حنان أنها تكون هي رئيسة الخدم، يعني هي مسؤولة على هادو كاملين اللي كاينين هنايا عند عائلة شانسالان. وقالت لها غتبقاي تجيبي ليا كل كبيرة كل صغيرة. فغادي نشوفوا حنان فرحات ولكن البقية ما عجبهمش الحال، ومن بينهم حتى رجلها حسين. قال لها ايوا لاله حكمة كان عليك غير تقوليها ليا وانا نخبرهم، ما كان زعما تصدعي راسك غتقولي انت رجع لبلاصتك، انت راك واحد منهم يعني من هاد الخدم، انت غتسمع الهضره اللي غنقول. فغادي يقولوا انا شنو هو المنصب ديالي لاله؟ قالت ليه انت غيبقاو عينيا عليك حيت انت كنتي البرقاق ديال هدايه وديال فتون، واش كيحسب لك انا ما عارفاش هادشي؟ المهم كيف ما كتشوفوا حنان بدات كتضحك عليه حيت دايما السيد كيبغي يدير فيها بطار وحتى المخاطره ديالته كتخرج لاروب. فغادي يبقى واقف كيشوف ما عجبوش الحال من التهديدات ديال السيده حكمه اللي قالت ليه انت راه غنبقى نرد ليك البال، يعني واخا هكذاك غادا تخاف من الخيانه لربما تكون ليه علاقه لحد الان مع هدايه وفتون. وهي دابا ولات هي سيده القصر ملي طرداتهم. ايوا خرجت وهو بقى غير كيشوف ما عجبوش الحال مفقوس. وغادي نمشيو لمشهد اخر عند التوأم في داك المكان اللي في الاسطبل فين سادين عليهم. هي كتحاول تواصل مع الاخ ديالها، المهم هو سادين عليه في قنت وهي في قنت. وفي مشهد اخر غادي يبان لينا جهاد اللي هبط من السياره مع الاب ديالو وقال لي عافاك بابا خليني ندخل نشوف ملك انا اول واحد. المهم كان معصب ما بغاهمش يدخلوا حتى يتكلم معها. فغادي يقول لي واخا سير. هنا كتبان ملاك كتنتظر مجرد ما يدخل عندها جهاد غادي تواجه معاه
غادي نشوفوا اسعد هو الاب ديالو دخلوا عند نوح باش يعرفوا شكون اللي محرضهم على عائلة شانسالان. وغادي يكون هنا جهاد سولها، قال لها للاسف انا بغيتك ومن قلبي وانت ضحكتي عليا. قال لها قدرتي تستغليني هاد الوقت كامل وانا في دار غفلون، حتى الحب والغرام ونظرات الاعجاب كلهم كانوا مجرد كذبة كبيرة. دابا انا مضطر نحيد ليك هادشي اللي على الفم ديالك، يعني ديك اللصقة، باش تقولي لي الحقيقة كاملة. شكون هو الشخص اللي محرضكم او مصيفطكم لينا؟ يلا اعترفي. مجرد ما حيد لي هذيك اللصاق غتقول لي فينا هو الاخ ديالي نوح. قال لي هتكلمي الا ما قلتيش راه ما غاديش يسمحوا ليك تخرجي من هنايا. وبقات كتغوت نوح فينا هو خويا. غايقول اسعد هانا زعما حتى هو راه خوها. دخل قال لها يلا تكلمي، شكون محرضكم علينا؟ شكون العصابه اللي نتوما موراهم؟ قالت لي ما مورانا حتى شي حد، انا وخويا يعني هي وخوها صافي هما عصابه. فغادي يقول لها تكلمي بلا ما تبقاي زعما تراوغي. قالها هضري ولا ما غادي يعجبك حال؟ قالت لي اشنو غدير؟ غادي تهجم وتضربني؟ يلا هضرب، هادشي اللي فالح فيه. وغدور عند جهاد، يلا حتى انت ما تقصرش من حقك، حيت شفت الوجه الحقيقي ديالك. ما غاديش يبقى فيا الحال لانني عرفت شكون انت ومناش طينتك. جهاد تقلق وما عجباتوش الهضره ديال ملاك، ودار في الاخ ديالو وقال ليه ما تضربها ما دير حتى شي حاجه. اسعد قرب من ملاك قال لي انتي بحال شي ملاك ولكن فعيلك ديال الشيطانه. جهاد خرج بقى غير تيبكي وتيتفكر في ملاك وفي الهضره ديالتها. هنا غادي نشوفوا اسعد اللي حاول يعرف شكون مورا ملاك. بدات كتضحك وغيقول لها شوفي انا راه ماشي بحال ولادي، راه غتشوفي مني شي حاجه اللي ما غتعجبكش. قال لها لا تكلمي، شكون موراك؟ قالت راني قلت لك، يعني هي والاخ ديالها ودات كتضحك كتستهزئ. فمن بعد غادي يقول لي ربط لها الفم ديالها مبغاش تهضر. غادي يمشيو لعند الاخ ديالها اللي في الجهه الاخرى، غادي يكون خايف على ملك. وهي ملي كانت غوتات نوح كان سد ليها سعد الفم ديالها. في مشهد اخر كيبان لينا جهاد اللي خرج وجلس في نفس البلاصه اللي هي لداخل هو على برا، بيناتهم غير داك الحيط. فكيتفكر اللحظات ديالهم زوينه. وهنا غادي يمشي لعند نوح وقال ليه يلا قول شكون اللي مسلطكم علينا. طبعا ما غاديش نوح يبغي يتكلم غير الا ما سمع الاخت ديالو، باغي يطمن على ملك. فيقول ليه سير حيد لها ديك اللصقه. بدات كتقول نوح تيقول لها ملك الغبي ديال اسعد بدا كيتبسل عليها. المهم قالت لي انت خاصك تمشي تعالج، انا غادي نشوفو جهاد مازال تيبكي، وغادي نشوفو السيد صامد وقف قدامه وبداو كيسولوا فيه. جهاد جا لداك المكان وضرب هذاك الشيء اللي قدامه طيحو هو تيغوت. ما قدرش يستوعب باللي ملك ضحكت عليه، وهذا الشيء كامل كان مجرد خطه باش يوصلوا للمبتغى ديالهم، وللاسف ظلمها مسكينه. المهم غادي نشوفوا هنايا صامد اللي قال لي يلاه تكلم شكون موراكم. كيسول فيه اسعد شكون اللي محرضكم علينا. قال لهم راني قلت لكم حتى شي واحد ما مورانا غير انا واختي. لا ما يمكنش. فغادي يقول لي هنايا صامد يلا هضر. ما بغاش يقول لهم على تحسين. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي يضربوا وغايقول لي كتضرب الاخ ديالك. قال لي انا ماشي خوك. قال لي انت الاخ ديالي بغيتي ولا كرهتي، على حنا ماشي ولاد فوتون، انا وانت ورانيا ومالك، غير حنا بانا راه باين معروف شكون هو، وانت اصلك ما معروفش. سير قال لي زعما دير تحليل لهاد الولد وشوف واش ولدك اصلا او لا. من خلال الكلام اللي كان قال السيد صميد وقت الشجار. فغيبقى تيغوت هنايا وغادي يبرد فيه الغديد، يعني اسعد ما غاديش يتحمل وغيبقى كيضرب في خوه. في مشهد اخر غتبان لينا حكمه اللي جمعات عاوتاني هذوك الخدم وغتقول ليها علاش لالا ياكلوا باس يلا كانوا مجموعين. فغتقول هذيك انت اش كنتي كديري في داك المكان؟ قالت لها لا انا خرجت. قالت لها شوفي ما ديري حتى شي حاجه الا بالشوار ديال حنان، غديروا اي حاجه قالتها لكم حنان. فبقات كتشوف فيها. ومن بعد غادي نشوفوا باللي سميتها اسماء جا واحد الاتصال وغادي يكون من عند امينه. خبات الهاتف وخرجت متسلله. وهنا غادا تلحق بها حنان باش تسمعها اشنو غتقول. فملي خرجت قالت لي الو اختي امينه، سولاتها كي دايره لاباس وغتقول لها انا عيطت عليك بغيت غير نعرف شكون هو السائق اللي وصل فوتون وهدايه، يعني واحد من دوك الشوافر. هي عطاتها الاسم ديالو وقالت لها المهم شكرا. وفي ديك اللحظه غادا تجي ليها حنان، يعني علاش كتكلمي مع امينه واش كتقولي؟ فهي دابا هي الودن ديال حكمه والبرقاقه
تجيب ليها الأخبار كاملة. وهنا محبي الكرام غتكون سالات حلقة اليوم. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني دائما الجديد. وكيف ما كتشوفوا هادو راهم الحلقات المتسلسلة، بينهم وما بين الحلقة ديال دوزام غير واحد الفيديو تقريبا، وغنبقى دائما نحط لكم الرقم باش تعرفوا كذلك التاريخ ديال يوم العرض. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.